بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة أول حلقة معانا مع كورس البري سيلز انجينير، بركز فيه على جزء من الأكتيف نتورك. إن شاء الله هنبدأ من الصفر إن شاء الله. اللي عنده معلومات من قبل كده يا ريت تستحملنا، واللي لسه جديد في المجال إن شاء الله بإذن الله هيكون الكورس ممتع ومفيد ليه جدا يعني. هنبدأ نتعرف يعني إيه بري سيلز ويعني إيه أكتيف نتورك. هنبدأ نتعرف يعني ايه السوق بتاعنا ده بيتكلم في ايه ال الاشخاص اللي بيبقوا موجودين حوالينا في السوق ده والوظائف اللي بتبقى موجودة. هنتكلم على المصطلحات الترمينولوجي اللي بتبقى موجودة، لازم كل الناس تكون عارفاها ومذاكراها كويس جدا. و... وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا ينفع بينا وبيكوا، ونكون سبب يعني إن شاء الله في كل خير ليكوا إيه. معاكم أخوكم أحمد سلامة، وانا بري سيلز انجينير من خبره اكتر من 12 سنه الحمد لله في المجال. انا سيرتيفايد سي اس اي. ودي اكبر سيرتيفيكيشن انا خدتها الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله باذن الله يعني يا رب اكون اقدر انقل لكم الافاده المطلوبه يعني. بسم الله. احنا بنتكلم النهارده ليه الكورس ده مهم. الكورس ده مهم عشان الانفراستراكشر بيكبر جدا. طيب يعني ايه الانفراستراكشر دي؟ السويتشات ببساطة السويتشات والكابلات اللي موجودة، او البنية التحتية اللي مسؤولة عن الاي تي. يعني مفيش مكان انت بتخشه من غير ما يكون فيه كاميرات، مفيش مكان بتخشه دلوقتي حاليا الا لما يكون فيه وايرلس كفرج. لو دخلت فندق هتلاقي طبعا لازم تحجز الحجز ريسبشن، لازم يبقى الجهاز موجود واصل للنتورك بتاعت الفندق، كاميرات متغطية. لو دخلت أي مصلحة حكومية هتلاقي في كل مكان في جهاز، الجهاز ده فيه النتورك. لو دخلت حتى أي سوبر ماركت أو أي مطعم لازم فيه كاميرات، الكاميرات دي كلها متوصلة بنتورك. فالكاميرات دي وراها كابلات وراها سويتشات، فهي دي الانفراستراكشر اللي احنا قصدنا عليها. طيب ايه تاني؟ المرتبات بتاعت البري سيلز بتبقى اعلى شويه من مجالات كتير. هي طبعا كلها ارزاق في الاول في الاخر، واللي متميز متميز في مجاله. بس البري سيلز عموما يعني بيبقى فيه ندره شويه في الاسواق العربيه. فعشان كده بيدفعوا لهم كويس. لو واحد بري سيلز وواحد بوست سيلز، بوست سيلز اقصد بيه تكنيكال. لا بري سيلز لحد ما بيكون يعني مرتباته كويسه، فدي فرصه كويسه للناس اللي تبدأ حياتها عايزة تخش مجال يعني فيه عائد مادي كويس. شركات كتير بتبقى محتاجة ناس تفهم تكنولوجي وبيزنس الاتنين مع بعض. فده موجود في بري سيلز اللي هو بيبقى نصه مهندس ونصه بيزنس أو مبيعات. ف وده يعني هيدي الواحد سكيلز كتير، ان انت ما بعدتش كتير عن الهندسة، في نفس الوقت مارست مهنة البيع او مهنة البيزنس اللي انت بتحبها. فإن شاء الله بإذن الله يكون المجال لو حد مهندس وبيحب يبيع زي حالاتي كده هيبقى بالنسبة له الموضوع ممتع يعني. المحتوى العربي قليل جدا في الجزئية دي. كل المحتوى العربي مركز على تكنيكاليتي، نتورك، سي سي ان اي، سي سي ام بي، حتى سي اس اي اي. بيتكلم طبعا ناس بتتكلم بنتريشن تيست، سايبر سكيورتي. معرفش الناس كلها يعني رايحة بالقوة. هي مطلوبة، بس يا جماعة في حاجات تانية كتير انتوا غايبة عنكم. فيا ريت برضو لو في حد يقدر يضيف في المحتوى ده يعني احنا كمان هنساعد بعض يعني. طيب، سؤال: هل ينفع ادخل المجال البري سيلز ده بيكون بدون خبرة، او مثلا بخبرة بسيطة، مثلا لو انا سي سي ان اي او سي سي ام بي مثلا؟ تنفع تخش. هو يفضل طبعا ان انت يكون عندك خبرة او اشتغلت بايدك شوية، بيديك قوة، وان انت كمان بتكون متصور انت بتسعر ايه او انت بتعمل سوليوشن ماشي ازاي. بس انت لو ما عندكش خبرة خالص بتخش عادي والدنيا زي الفل، مفيش اي مشكلة. طيب، نتكلم ببساطة بقى مين هو البري سيلز انجينير. بري سيلز انجينير ده شخص بيفهم تكنيكال، بيفهم بيزنس، بيفهم كاستمر ريكويرمنت، بيفهم تكنيكال اللي هي الجزء الانجينيرنج اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو السويتشات والكابلات وي البيزنس ازاي بقى انا بتعامل مع الفيندور، وازاي انا السوليوشن ده لما اجي اديه العميل هل انا فعلا هبقى كسبان هبقى خسران. الشركة دي اللي انا شغال فيها هكسبها هخسرها.
الكاستمر ريكويرمنت ممكن يكون عميل بيقول لك انا عايز اعمل كاميرات وخلاص. يعني ممكن تروح لعميل مثلا، آه، يعني مع احترامي الناس كلها، ممكن مثلا يكون عنده مستودع خضار مثلا، يعني يقول لك انا عايز اعمل كاميرات. فانت لازم تتعامل مع كل الناس، لان كل الناس جايه لك فعايزه لازم تفهم كل واحد عايز عايز ايه بالظبط. فممكن حد يكون فيري ديكيتد، وممكن يكون حد يعني مش متعلم ويتكلم معاك ويقول لك انا عايز اعمل هنا كاميرات وعايز اسجل وعايز اعمل. فانت لازم تفهم الكاستمر ريكويرمنت لكل واحد. وممكن يكون العميل بيعبر بشكل معين بس هو مش قادر يعني يوصلها لك تكنيكاليتي كويس، او فانت بتفهم هو عايز ايه، او هو حابب يبقى الدنيا ماشية ازاي، وبتوصل له المعلومة ان انا هقدر اعمل لك واحد اتنين تلاتة اربعة، والدنيا بتمشي تمام. طيب وظيفته زي ما قلنا كده بيفهم احتياجات العميل. بعد ما يفهم احتياجات العميل بيرجع شركته يعمل سوليوشن. السوليوشن ده بيحط بقى مثلا العميل قال لي انا عايز اعمل كاميرات تمام، او انا عايز اغطي المكان ده وايرلس. فكاميرات بتساله مثلا سؤال، بتقول له عملت كاميرات قبل كده؟ سؤال واحد بس هيقول لك لا. فانت اساسي بنى فكر في دماغك ان انت هتحتاج كاميرات. الكاميرات دي واصله بس بكابلات، الكابلات دي متجمعه على سويتشات. فانا دلوقتي عندي ثلاثه سيستم، عندي كيبلينج وعندي نتورك وعندي سيست في. فانت سؤال واحد فهمك ان في ثلاث حاجات موجودين في المبنى ده تمام. فانت بتصمم السوليوشن تمام، بتختار الاجهزه المناسبه. يعني بعد ما عملت السوليوشن، انا قلت مثلا هيكون في هنا سويتش، السويتش ده هيبقى شكله ايه، نوعه ايه؟ هل سويتش مثلا هيتحط في مكان مكيف؟ هل سويتش هيتحط في مكان بره متعرض للشمس والتراب؟ فالنوع ده هختار سويتش معين، وبالشكل ده هختار سويتش تاني خالص. طيب بعد ما بختار السويتشات والأجهزة المطلوبة، بعمل بي كيو اللي هي بيل اوف كوانتيتي، اللي هي جدول كميات. انا هختار كام سويتش، يعني اخترت السويتش كام واحد بقى هجيبه؟ هختار 10، هختار خمسة معايا. طيب بعد ما اخلص خالص الجزء ده، بروح بقى مع السيلز للعميل واشرح له، اقول له السوليوشن بتاعك مكون من خمس سويتشات، خمس سويتشات وكور سويتش، وعندك كابلاتك قد كده وكاميراتك قد كده وفي وايرلس قد كده تمام. وبتكلم مع العميل، وبنساعد انا والسيلز بنساعد بعض عشان نكسب المشروع تمام. فهي دي وظيفة البري سيلز. آه، بي المهمة بتاعته بتكون قبل البيع مش بعد البيع، قبل البيع مش بعد البيع. بيشتغل كتف في كتف مع السيلز اكاونت مانجر، وهما الاتنين بيبقوا إلى حد ما تيم واحد، عشان هدفهم هو يحققوا مبيعات للشركة. فنتكلم بقى شوية عن الاكتيف نتورك والباسيف نتورك. احنا الكورس بتاعنا عن الاكتيف نتورك. فايه الفرق بين الاكتيف نتورك والباسيف نتورك؟ ببساطة الاكتيف نتورك اي حاجة، اي جهاز بيوصل له كهرباء. الباسيف نتورك اي حاجة ما بيوصلهاش كهرباء تمام. طيب يعني ايه؟ يعني اجهزه النتورك مثلا السويتشات بيوصل لها كهرباء يبقى اكتيف نتورك، الراوتر بيوصل له. طب مثلا الراك اللي بيتحط فيه السويتشات دي بيوصل له كهرباء؟ لا ما بيوصلوش كهرباء. يعني انت لو مسكته الكهرباء لا مش هيتكهرب. يبقى دي البنيه التحتيه، كابلات، باتش بانل، باتش كورد، اي كابلات ده كلها باسيف نتورك، اي راكات كل دي باسيف نتورك تمام. الاكتيف نتورك بما ان هو بيحمل كهرباء او بيتوصل بالكهرباء يبقى بيشيل بيانات. طبعا اي حاجه بتشيل بيانات وانت بتعمل لها مانجمنت يبقى ده اكتيف نتورك. لو بس هو مجرد ان هو وسيط زي ككابل، يعني بيشيل البيانات بس ما بيعملش عليها اي حاجه، دي باسيف نتورك. طيب بيحصل له كونفجريشن في سوفت وير وفي القصص دي، كل ده بيحصل على الاكتيف نتورك. لو انا عايز اشتغل جوه الاكتيف نتورك يبقى هعمل كونفجريشن، هنزل سوفت وير، هعمل ابجريد للفيرم وير. انما لو انا بمدد كابلات وبترمن ده باسف. يعني شغل الاكتف بيبقى كونفيجريشن، وشغل الباسف بيبقى التمديد وتركيب والكلام ده. فعشان تفهمها وتحفظها او تفتكرها على طول، اكتف يبقى فيه باور، باسف مفيش باور خالص. يعني ده فيه كهرباء وده مفيهاش كهرباء تمام. طيب السلايد اللي بعده. اه دي الامثله بتاعت الاكتف نتورك والسويتشات والراوتر.
الفاير وول، الاكسس بوينت، الكنترولر بتاع الواي فاي. الباسيف بنتكلم بقى على اليو تي بي كيبل اللي هي الكابلات النحاس او الكابلات الكبر اللي الناس كلها عارفاها، الفايبر كيبل، الباتش بانل، الفيس سبليت اللي بتبقى موجودة على الحيط اللي هي اللي بيدخل فيها الكابل الكبر، الراكات والكباين، كل دي باسيف نتورك. تمام. طيب. آه عموما المشروع بيبقى مقسوم لباسيف. الاكتيف ده مش هيشتغل لوحده، يعني السويتش ده مش هيشتغل لوحده، لازم يبقى فيه باسيف بيخدم عليه. السويتش ده لازم يوصل بالسويتش التاني، هيوصل عن طريق ايه؟ هيوصل عن طريق كابلات. فالمشروع غالبا بيبقى مقسوم نصين، جزء اكتيف وجزء باسيف. تمام. مثال بسيط ان الاكتيف ده بيبقى زي السويتشات والواي فاي وكده، وان الباسيف ده ان العامل بيمدد الكابلات في المبنى كله. تمام. فعشان تفهم الموضوع، جزء الباسيف بيبقى جزء قوي ليه بري سيلز منفصل، بيبقى ممكن هما اتنين يبقوا نفس الشخص، الاكتيف والباسيف، بس في المشاريع الكبيرة الباسيف بيبقى بري سيلز انجينير، والاكتيف بيبقى بري سيلز تاني خالص. انا احمد ما اعرفش في الباسيف بصراحة اللي يمشيني، يعني مش متخصص باسيف. انا متخصص في الاكتيف. تمام. ان شاء الله باذن الله نحاول نرتب مع حد من زملاء يعني ان هو يعمل لنا كورس باسف ان شاء الله بري سيلز. طيب. احنا عمالين نتكلم نقول السيلز والبري سيلز والبوست سيلز، يعني ايه الفرق ما بينهم؟ دول الثلاث شغلانات اللي يبقوا موجودين في مجال التكنولوجيا في مصر او في اي او بره مصر. هم ثلاث شغلانات ما لهمش، يعني بيتبني عليهم بعد كده شغلانات كتير، بس هم دول الاساس: السيلز والبري سيلز والبوست سيلز. تمام. السيلز ده المبيعات، ده بيبيع المشروع، وهو اللي بيبني ريليشن بينه وبين العميل. تمام، بين الشركة وبين العميل. وهو مسؤول عن المبيعات في الأول وفي الآخر، ده الشخص اللي بيقود المبيعات للشركة، هو ده اللي بيجيب البيعة، هو ده اللي بيقفلها، هو ده كمان حتى لو الفلوس اتأخرت بيرجعوا له يقولوا له تعالى حل المشكلة دي. تمام. البري سيلز زي ما قلنا كده، ده المهندس اللي بيبقى في ظهر البياعين عموما عشان يساعد ياخدوا المشاريع دي. طيب بيعمل ايه؟ ديزاين وبيسعر، بيقدم بقى العرض ده بشكل فني محترم. بعد ما البيعة بتتم وبتخلص، بيجي بقى حد اسمه بوست سيلز اللي هم التكنيكال انجينير، هم اللي بيركبوا، هم اللي بيدوا سبورت، هم اللي بيعملوا كل الليلة دي. ودي كورسات كتير قوي بقى اللي بتركز على البوست سيلز: الفاير وول فورتي، والفاير وول بالا التو، وسيس ان اي سيسكو، والاروبا واي فاي، كل بنتريشن تيست بقى وكل القصص دي، كل ده بيندرج تحت البوست سيلز او تكنيكال انجينير. تمام. السبورت برضو ناحيه البوست سيلز، الاوبريشن تيم ناحيه البوست سيلز، كل ده كله في حته التكنيكال يعني. تمام. طيب. عشان ما تنساهاش، السيلز بيبقى عندنا فرصة، هو بيجيب الفرصة دي، الليد دي. تمام. اوبورتيونيتي بيقول عليها اوبورتيونيتي. البري سيلز هو بيدي افضل سوليوشن، يعني هو متخصصه السوليوشن. يعني السيلز هي فرصة البيع، ان لقينا مشروع في حتة فلانية، السيلز هو اللي بيقول دي انا عندنا مشروع في المكان ده. فالسيلز هو اللي بيقول يا جماعة الحقوا، انا لقيت مشروع فيه كومباوند بيتبني او فيه برج بيتبني ومحتاجين فيه نتورك. فالسيلز هو اللي بيفتح الباب. البري سيلز هو اللي بيعمل سوليوشن، هو اللي بيشوف المبنى ده فاضي، بيتخيل النتورك جواه تبقى عامله ازاي. اللي بيركب بقى النتورك دي هو الراجل البوست سيلز. تمام. بيركبها ويشغلها ويسلمها للعميل. فطبعا هما التلاتة مهمين، يعني مفيش حد افضل من حد، لان التلاتة هما التلاتة، لو اي واحد فيهم وقع التلاتة وقعوا. يعني لو مفيش مبيعات الشركة قفلت. لو البري سيلز عمل سوليوشن مش مظبوط مش هياخد المشروع اصلا، وان خدوا فيه مشاكل اللي بعده مش عارف يركب، وقاعدين في المشروع مش عارفين يطلعوا. طبعا لو كل حصل والبوست سيلز مش عارف يشتغل، طبعا دي مشكلة لان هو مش عارف يسلم. الديزاين مظبوط والبيعة تمام، بس هو مش عارف يركب ويخلص، فبيجيبوا حد تاني يركب ويخلص، فدي بتبقى مشكلة. فهم التلاتة مهمين جدا في الشركات. تمام. طيب عايزين العميل نتكلم في البوست سيلز والبري سيلز، فدول كل دول شغالين في اسواق. الاسواق بتاعتنا هنا في مصر وفي الخليج وفي كل حته متقسمه نصين: في حاجه اسمها ريتيل ماركت، في حاجه اسمها انتربرايز ماركت. الريتيل ماركت تقدر تقول ان هو سمول ميديوم بيزنس او الشركات الصغيره والمتوسطه.
تمام. الانتربرايز ماركت هي نفس السوليوشنز، بس بتبقى احجام كبيره وشركات كبيره ومؤسسات كبيره. طيب زي ايه؟ زي مثلا انا عندي محل صغير، تمام، او عندي عياده، او عندي مكتب صغير، مثلا مكتب هندسي، او شركه صغيره فيها خمس ست اشخاص يعني. مش هقارنه ببنك مثلا او مصنع كبير مثلا زي السجون، او زي السويدي للكابلات او كده. لا، دي يعني دي مصانع، دي انتربرايز ماركت. تمام. عندي جامعه القاهره، جامعه عين شمس، اي جامعه من الجامعات الكبيره دي بالنسبه لي انتربرايز. مؤسسه حكوميه كبيره، ده كل ده انتربرايز. فالسويتش اللي هيركب في محل صغير غير السويتش اللي هيركب في مصنع. الكاميرا اللي هتركب هتشتغل جوه يعني عيادة، غير الكاميرا اللي هتشتغل في مصنع. فبتفرق طبعا في نوع الكاميرا وسعرها ودرجة السكيورتي. يعني أنا عشان أأمن بنك غير لما أأمن عيادة. فهي دي الفرق ما بين طيب ايه يعني انا طبعا عشان انا اشتغل في ده او ده. الريتيل ماركت عموما بيبقى موجود في الاسواق ومنتشر بكثرة يعني. في مصر مثلا بتلاقوه في السخاوي وسوق العصر في مدينة مصر الجديدة، او نزلت البستان في وسط البلد، بتلاقي برضو عايز سويتش، عايز راوتر، عايز شوية كابلات تشغل بيهم الشركة او العيادة بسهولة، ان انت تنزل هو بتجيب الحاجات دي وترجع تركبها وخلاص. الانتربرايز لا، الانتربرايز البضاعة ساعات ما بتبقاش موجودة، أو الأجهزة مش موجودة، أنت بتروح تعمل سوليوشن، العميل بيوافق عليه وبتطلب له. ممكن تقعد شهر اتنين وتلاتة عقبال ما تيجي المكان اللي هيتركب فيه الحاجة دي. فهو ده الفرق. طبعا في السعودية مثلا في سوق العليا في الرياض، والمرسلات وكده، ده بتلاقي مثلا في سويتشات وكاميرات وحاجات زي كده. في الانتربرايز تتعامل مع شركات بقى، شركات كبيرة بتتعامل بارتنرز بقى، السيسكو بارتنر لديل واتش بي، بيبدأ بقى يتكلم معاك في سوليوشن. هو عنده ثلاثة أربع براندات بيتكلم فيهم وبيعمل لك سوليوشن محترم يعني. تمام. فدي السوق اللي انت بتشتغل فيه. في ناس شايفه ان شغلها في الريتيل ماركت. هو بيحب الريتيل، ما بيحبش يدور على مشاريع ويجري على مشاريع ويخسر ويكسب. لا، هو قاعد في المعرض بتاعه، فاتح مثلا معرض كاميرات، او واخد توكيل مثلا هيك فيجن ولا حاجه، وفي ناس بتجيله يقول له والله يا باشمهندس انا عايز خمس ست كاميرات المحل بتاعي، فانا عايز لهم مثلا دي في ار ولا حاجه فبيديله اللي يناسبه ايه. وفي واحد تاني لا، هو بيحب يشتغل في الانتربرايز. فدول السوق بتاعنا مقسوم الحتتين دول، ريتيل ماركت وانتربرايز ماركت. تمام. طيب مين الاشخاص اللي ممكن الاقيهم في الاسواق بتاعتنا دي؟ هلاقي ناس كتير بتشتغل في المجال، بس حابب ان انا اذكر اهم ناس، او يعني اكتر ناس ممكن تلاقيهم معاك. طبعا عندك البروجكت مانجر، ده اللي بيدير المشروع. تمام. هو اللي بيعمل هو المسؤول. المشروع ده بالنسبة له زي ابنه بالظبط. مشروع لو نجح هو نجح، مشروع فشل هو فشل. فبالنسبة للبروجكت مانجر ده مشروعه حياته. فانت هتتعامل معاه كتير، لان انت حتى لو انت بري سيلز وهو شغال في المشروع هيرجع يسالك يا باشمهندس انت حاطط دي ليه؟ يا باشمهندس دي مش راكبه، تقول له لا دي بتركب مع كذا. فلازم انت تكون عارف يعني ايه بروجكت مانجر وبتتعامل معاه. البرودكت مانجر ده بيبقى مسؤول عن فيندور معين في شركه ما، وليكن مثلا في شركه اكس مثلا في مصر عندها توكيل اتش بي وتوكيل ديل توكيلات كذا توكيل، فبيعينوا مثلا برودكت مانجر يبقى مسؤول بيتعامل مع ديل. هو اللي عارف الموظفين بتوع ديل، عارف ازاي يطلب بضاعة، عارف ازاي ياخد منهم ديسكاونت كويس. هو بيمانج الكورسات اللي مطلوبة ايه، الايفنت بتاعتهم اللي بيحصل ايه، بيشارك الشركة. هو مسؤول عن إدارة الفيندور ده. تمام. البروكيورمنت ده الكينج بتاعنا ده. البروكيورمنت ده مسؤول المشتريات. هو ده اللي بيطلع العقد، هو يطلع البرتشيس اوردر، امر الشراء. بعد ما تجري مع السيلز وتروح وتقول يا جماعه انا عايز اقدم في المشروع بتاعكم لان انا عندي سوليوشن معين. بيعدي على مراحل كتير. الاي تي مانجر ممكن يبص عليه، بيحصل له تكنيكال ايفالويشن، وفي الاخر بيروح للمشتريات. المشتريات وظيفته ان هو يشوف هل فعلا ده احسن سعر. بيجيب ثلاث شركات اربع شركات ويحط كومباريزون شيت ما بينهم، ويجيب الشركه دي ويعصر شويه يعني هو وظيفته ان هو بصراحه يعني ايه، يجيب احسن سعر وافضل حاجه للمشروع ده.
فهو الشخص ده بالنسبه لينا احنا كسيلز وبري سيلز هو تارجت يعني. انت كما تشتغل بري سيلز البريكيورمنت ده انت تركز معاه جدا، لان هو ده هو ده اللي بيشغلك، هو ده اللي بيخليك تفوز او ما تفوزش. تمام. الكونسلتنت ده المستشاري اللي بيبقى موجود في مشاريع كبيره عشان يراجع السوليوشن اللي انت حاطه. انت حاطط لي 20 سويتش ليه؟ مواصفاتهم ممكن يكون انت حاطط مواصفات ازيد من اللي مطلوبه، او حاطط مواصفات اقل من المطلوب. فهو ده بيراجع الحل تقني. تمام. طبعا ده ممكن يطلعك بره المشروع ويدخلك المشروع. يعني هو ممكن يقول لك لا الراجل ده اقل سعر بس هو كتكنيكال لا مش هينفع. بيعمل حاجه اسمها تكنيكال ايفالويشن، يقول لك لا والله يا جماعه الشخص ده مش ما ينفعش يشتغل في المشروع ده. وممكن كمان يقيم لك الشركه، يعني انت مقدم سعر كويس ومقدم سوليوشن تكنيكال مظبوط، بس شركتك ضعيفه ما تقدرش تشيل مشروع مثلا ب 20 30 مليون لأن هم خمس ست موظفين. فيقول لك لا الشركه دي حجمها ما يناسبش، ممكن يعمل حاجه زي كده. تمام. الفيندور ده شركة مصنعة، اللي هي شركة سيسكو نفسها، شركة اتش بي نفسها، شركة أروبا نفسها. أو يعني أروبا واتش بي هو شركة واحدة. شركة فورتي أو بالالتو نفسهم هم دي الفيندور. احنا بنقول الفيندور يعني الشركة المصنعة اللي بتطلع الجهاز ده. الديستريبيوتور ده الموزع. الديستريبيوتور ده عبارة عن آم، آم، حلقة وصل ما بين الفيندور وما بين السيستم انتجريتور. السيستم انتجريتور الشركة بتنفذ، هو اللي انت بتتعين في شركة بري سيلز انجينير في سيستم انتجريتور، بتروح تدور على المشاريع عشان تعملها. فلما بتجيب مشروع، مين اللي بيجيب لك البضاعة دي البلد؟ الديستريبيوتور. ساعات ممكن يكون عنده ستوك، يعني ممكن يكون يقول لك انت عايز السويتشات دي، السويتشات دي عندي ستوك، ممكن تاخدها من عندي. هو بيجيب بقى بكميات كبيرة جدا من الفندور. فهم دول الثلاث حلقات اللي موجودة. احنا طبعا احنا عاملين لها سلايد لوحدها اهو، السوق ماشي ازاي. السوق ماشي على ان هو فيندور وديستريبيوتور وبارتنر. طيب الفيندور هو الشركة المصنعة زي سيسكو، زي اتش بي اروبا نتورك، زي هواوي. طيب الديستريبيوتور ده موزع معتمد. يعني ايه موزع معتمد؟ يعني بيجيب كمية كبيرة من الأجهزة ويحطها عنده ستوك ويبدأ يبيع فيها زي مثلا تاجر الجملة مثلا. أو تاجر الجملة بيجيب كمية كبيرة من المصنع ويبدأ يوزع. نفس القصة في الديستريبيوتور، هو اسمه ديستريبيوتور يعني موزع. تمام. طيب البارتنر أو سيستم انتجريتور دي الشركة اللي بتبيع وبتنفذ للعميل. طبعا كل التلاتة دول هدفهم من الآخر الاند يوزر اللي موجود تحت ده. لو مش موجود التلاتة دول ملهمش لازمة. مش حكاية ملهمش لازمة، يعني مش هيبيعوا، يعني هيقفلوا. فالاند يوزر ده هو المهم بالنسبة لنا. يعني الاند يوزر هو صاحب فندق، صاحب شركة، صاحب بنك نفسه. هم الناس دي اللي بتشتري سوليوشنز اللي الفيندور بيصنعها والديستريبيوتور بيوزعها والبارتنر بيركبها. تمام. فلازم تكون انت داخل المجال ده وانت عارف هدفك فين، عشان ما تدخلش وانت مش عارف انت بتبيع لمين وبتبيع فين وتكون متلخبط يعني. فانت لازم تكون مركز. انت هدفك ان انت تكسب مشاريع، تصغر مشاريع صح، وتختار اجهزه صح، وتبيعها للشخص وتفوز بيها، لان هيبقى فيه منافسه طاحنه. يعني السيستم انتجريتور ده هيبقى فيه مشروع بتلاقي مثلا خمسة عشرة سيستم انتجريتور داخلين على مشروع. فلو انت مش هتعرف تنافس يعني هتتفرم بصراحه. ودنيا السيلز وبري سيلز دنيا فيها قسوة يعني، فيها ضغط نفسي قوي جدا وفيها قسوة. فأنت لازم تكون عارف سوقك ماشي إزاي، أنت فين من الخريطة دي. تمام. طيب بنتكلم على المصطلحات اللي المفروض نكون عارفينها، الترمينولوجي بتاعت المجال. طيب انا عندي لازم اعرف يعني ايه سويتش. انت عارف سويتش. ودي يا ريت كل واحد فيكم يعني يفتح جوجل كده ويقعد يسيرش على الحاجات دي. طيب السويتش ده جهاز دي ار 2، هو ده يعتبر اكتر جهاز بيتباع موجود عندنا في الاكتيف نتورك. الراوتر ده بيربط بين الشبكات وبعضها. الفاير وول هو اللي بيحمي النتورك. طبعا انا عارف ان التعريفات دي بسيطة، بس انا بقول بادئ من الزيرو عشان لو حد داخل المجال من الاول يكون فاهم احنا بنتكلم في ايه. الفاير وول ده بيحمي الشبكة. تمام. الاكسس بوينت ده بيوزع الواي فاي. الكنترولر ده اللي بيدير الواي فاي. يعني انا عندي اكسس بوينت، عندي 300 400 اكسس بوينت وليكن. انت ما تستكترش الرقم، يعني لو انا عندي فندق فيه 300 غرفة، في كل غرفة فيها اكسس بوينت.
يبقى كده 300 غرفه، وعندي مثلا 50 60 اكسس بوينت بقى، اتنين في المطعم، في الكوريدور، في الريسبشن، تلاقي عندك 350 اكسس بوينت. مين اللي هيديرهم؟ يعني اكيد طبعا مش هتلف على كل اكسس بوينت وتقول انا هكونفيجر واحده واحده، لا طبعا. فبتوصلوا كلهم على النتورك، والنتورك ده فيه حاجه اسمها كنترولر، هو بيدير بقى ال 350. عايز تعمل كونفيجريشن وتحطها على 350 مره واحده، الكنترولر ده بيعملها. تمام. طيب، في برضه مصطلح تاني مهم جدا، حاجه اسمها بي او اي، اللي هو الباور اوفر ايثرنت. يعني ايه باور اوفر ايثرنت؟ يعني ده يعني الكابل عندي بتاع النتورك ده بيشيل حاجتين، بيشيل داتا وبيشيل باور. طيب انا هستفيد ايه؟ هستفيد ان الجهاز بتاعي اوصله بالنتورك بس، وهو هيقوم داتا وباور. يعني انا لو عندي كاميرا، مش لازم اوصل لها كابل كهرباء وكابل نتورك، لا، اوصل لها كابل نتورك بس وهي تقوم. لو انا نفس القصه، لو انا عندي تليفونات اللي هي الابي تليفوني، نفس القصه في الاكسس بوينت. طيب، البي يو اي ده مهم جدا، مصطلح مهم جدا، وهتلاقيه في كل السويتشات تقريبا. تمام. طيب البي يو اي ده درجات، في بي يو اي، وفي بي يو اي بلس، في بي يو اي بلس بلس. طيب المسميات بتختلف، بس المعنى واحد. يعني مثلا البي يو اي بلس بلس ممكن تلاقي مثلا شركه مسمياه يو بي يو اي، يونيفرسال مثلا، يو بي يو اي. كل شركة ليها او الترا بي اي حاجة كده يعني. بس في الاخر هو بيطلع 60 واط او 90 واط. تمام. البي اي بلس بيطلع 30 واط، البي اي بس بيطلع 15 واط. تمام. طيب انا ايه اجهزتي؟ انت لو اتفتحت الداتا شيت بتاعت كل جهاز، هيقول لك انا بحتاج واط قد ايه. يعني مثلا في كاميرات بتحتاج مثلا 8 واط، في كاميرات بتحتاج 10 واط، في اكسس بوينت بتحتاج 15 واط. فكل دول بتكون انت عايز تعرف الواط بتاعها ايه. عشان كده بينعكس عليك في ايه بقى، فانا هختار سويتشات ايه. يعني في سويتشات بتدعم بي وي بس، فالسويتش اي بورت فيها يطلع 15 واط. فانت لو عندك جهاز بياخد مثلا 20 واط مش هيشتغل. طبعا دي كارثه. عشان كده بنقول يا جماعه البري سيلز غلطته بتعور فلوس قوي يعني، بتخلي الشركه تتجرح. فعشان كده هم بيركزوا معاهم جامد. فواحد مثلا قال لك والله يا باشمهندس انا عندي الجهاز بتاعي ده بياخد مثلا 65 واط للبورت الواحد. تمام. فانت لو رحت جبت له بي وي بلس عشان تفوز بالمشروع، عشان توفر، هتفوز بالمشروع وتوفر، بس انت لبست ولبست الشركة ولبست العميل، لان هو عنده مثلا حاجة بتاخد 65 واط ومش هتشتغل. لازم انت هتكلف بقى ايه، هتجيب له باور زيادة. ومشكلة مشكلة كبيرة بقى، الباور ده لازم بقى ليه تأسيس، يعني قصة دخلت الناس كلها في الحيطة. فلازم تكون مركز برضو في المصطلحات دي، وبعد كده ان شاء الله واحده واحده الموضوع بسيط بس هي محتاج تركيز وخبره، واحده ايدك تمشي في الموضوع هتلاقي الدنيا حلوه. طيب، الشبكات دي عباره عن زي شبكه الطرق اللي موجوده مثلا في القاهره او موجوده في الرياض مثلا. في شبكة طرق، أنا عايز أروح من من مثلا من 6 أكتوبر لوسط البلد، لازم أمشي في طرق. تمام. النتورك نفس القصة، النتورك كلها طرق. أنا عندي سويتش عايز أروح لسويتش تاني، فبمشي في طريق. الطريق ده بالنسبة لي هو كابل. الكابل ده أنا بسميه أبلينك. تمام. فأنا عندي أبلينكات كتير جدا في النتورك ما بين السويتشات وبعضها، ما بين الكور سويتشز والأكسس سويتشز، ما بين الاكسس سويتشز والاكسس بوينت، وما بين الكاميرات. فانت لو شفت النتورك على اساس انها كابلات هي عامله كتير قوي 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 زي شبكه الطرق كده. تمام. طيب الاب لينك دي نقول الطرق السريعه بتاعتنا، اللي هيربط ما بين السويتش وما بين الايه، الكور سويتش. يعني ما بين السويتشات اللي في الادوار، وما بين السويتش الرئيسي اللي بيجمع السويتشات دي كلها. ده اسمه اب لينك. نقدر نقول ان هو زي طريق سريع كده. تمام. طيب الاب لينكات دي بيبقى ليها سرعات. يعني تمام، السرعه يعني الاب لينكات دي بيبقى ليها سرعات. انا الاب لينك ده ممكن يبقى مثلا 1 جي، 1 جي يعني سرعته 1 جيجا في الثانية. تمام. أو 10 جي أو 40 جي أو 100 جي، كل دول ليهم استخدامات. السمول نتورك بتاخد 1 جي، الانتربرايز نتورك بتاخد 10 جي. الانتربرايز اللي احنا اتكلمنا فيها في الأول، عرفنا يعني ايه انتربرايز، يعني ايه ريتيل ماركت. هو انا اقصد الانتربرايز ده جامعة، بنك، حاجات زي كده. تمام.
طيب داتا سنتر دي المكان اللي بيتجمع فيه كل النيتورك وبيتحط فيه كل السيرفرات. المكان ده مهم جدا 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 في اي مؤسسه. طبعا ده مثلا بيقول لك الكونكشن فيه 40 جيج. اللارج داتا سنتر 100 جيج. طبعا دلوقتي الدنيا اتقدمت بقى فيه لغايه 400 جيج. يعني الموضوع بقى يعني بيتطور، بس انا بقول لك الشائع ما بين الناس دلوقتي هو السرعات دي. ممكن بعد سنه او اتنين السرعات دي تبقى بطيئه فيحتاج سرعات اكتر، وهكذا. طيب الابلينكات دي او الطرق السريعه دي لازم يتحط لها اس اف بيس. يعني ايه بقى اس اف بيس؟ احنا بقى نبدا ندخل في الايه، في المصطلحات الحلوه. الاس اف بيس ده هو الكابل ده تقدر تقول الاس اف بيس ده لما بتبقى على طريق سريع وتيجي تخش المدينه فبتعدي على كارته. الكارتة دي بيحصل منك رسوم، بيشوف انت مش كده ايه، تمام. فهو احنا نقدر نقول ان ده الكارتة بتاعت المكان. الاس اف بيس دي الكابلات اللي هي الابلينكات دي عبارة عن الياف ضوئية بتتعامل بالضوء. فالسويتش عندي بيشغل بالكهرباء، فبيحول ببساطة خالص، بيحول الكهرباء دي لضوء. الضوء ده بيمشي في الكابل لغايه لما يوصل للسويتش التاني. الاي سي فيز في الناحيه التانيه بيروح جاي محول له بقى الضوء ده لكهرباء تاني، تمام. فالجهاز ده او الحته الصغيره دي اللي هي موجوده في الصوره اللي هي على، يعني ان شاء الله تشوفوها دلوقتي على صوره جايه هو اهي ده صوره الاي سي فيز، تمام، او الاي سي في. بيركب في السويتش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكابل بيدخل في الحتة اللي هي عند صباع الراجل دي، واهو ادي شكل الكابل اهو، تمام. آه، هو ده الكابل، هو ده كابل، ده كابل فايبر. خش هنا كده، ده الاس اف بيز اهو داخل، تمام. انا عندي طبعا الاس اف بيز انواع وسرعات وكده. فده مهم جدا. القطعة دي الصغيرة دي بتبقى غالية كمان، مش رخيصة يعني. فالاس اف بيز بقى في عندي انواع زي ما احنا قلنا هنا كده، ان في عندي سرعات 1 جي 2 جي 40 جي. اللي بيحدد السرعات دي الاس اف بي. انا عندي الاس اف بي 1 جي ده اللي بيتقال بيه اس اف بي بس بدون اي حاجه تانية، اس اف بي مجرده. يبقى انا عرفت لو قلت اس اف بي بس، يعني سويتش قلت اس اف بي، مثلا سويتش 48 بورت اس اف بي، يعرف ان السويتش 48 بورت كل بورت فيه 1 جي. لو قلت اس اف بي بلس يبقى انا اقصد بيه 10 جي. لو قلت كيو اس اف بي بلس يبقى 40. لو قلت كيو اس اف بي 28 يبقى 100 جي، تمام. فالحاجات دي برضو لازم تكون عارف، يعني هتقابل لك وانت ماشي بتلاقي السويتش وما بيقولكش انا سرعتي 10 جي ولا 1 جي ولا 40 جيج، لا هو بيكتب لك اس اف بي بلس. هو معتقد ان انت عارف يعني ايه اس اف بي بلس، يعني 10 جي على طول، تمام. فادي ده برضه عشان انت تشوفه كده، ده شكل السويتش اهو ورا. ده شكل الاس اف بي اهو، ده شكل الاس اف بي هو من غير حاجه. وده الاس اف بي ده بيتدخل للاس اف بي الاول، تمام. وبعد كده تروح جاي مركب فيه الكابل الفايبر، تمام. طيب. في برضه مصطلحات هتلاقيها جوه المجال. آه، بتبقى كتير قوي في البريسيلز، تمام. يعني بي كيو، بيل اوف كوانتيتي، جدول كميات. الحاجه اللي السوليوشن اللي انت عملته ده عملته في جدول اكسل شيت في كميات. عايز سويتش، عايز 10 سويتشات. عايز كاميرات، عايز 15 كاميرا. عايز اكسس بوينت، عايز 300 اكسس بوينت، وهكذا. فهي دي جدول اسمه بي كيو، تمام. عندي حاجه اسمها ار اف كيو وار اف بي، ريكوست فور كوتيشن وريكوست فور بروبوزال. طيب ده اللي هيقول لي يعني ايه يا باشمهندس، ايه الفرق بين الكوتيشن والبروبوزال، تمام. البروبوزال هو الى حد ما بتتكلم فيه التكنيكال اكتر شويه. الكوتيشن بتتكلم فيه اسعار شويه. لما تيجي تبدا مع العميل في كلام بتديله بروبوزال، بتقول له السوليوشن بتاعي فيه واحد اتنين تلاته اربعه، تمام. وفي البي اي كيو بتاعتي، يعني بتشرح له انت باني السوليوشن ازاي. فالبروبوزال بيبقى اقرب يعني اكتر كلام فيه تقني. الكوتيشن بيبقى اكتر كلام فيه اسعار. يعني مثلا ممكن تروح لعميل هو عامل اكسرسايز، هو عارف عايز كام كاميرا، هو عارف عايز كام سويتش، هو عارف كل الكلام ده، فبيروح جاي بيديك بي كيو يقول لك والله يا باشمهندس سعر لي. فانت هترد له على ايه؟ هترد له عليه بكوتيشن، مش هترد له بروبوزال. هو السوليوشن عنده جاهز جاهز وخلصان بس هو عايز يعرف سعر، عايز يشيك على الاسعار من بره، فانت هتدي له كوتيشن. فالكوتيشن عشان بس نبقى نفرق، كوتيشن
اسعار اكتر ما هو تكنيكال، البروبوزال تكنيكال اكتر ما هو اسعار. تمام. مصطلح الاس ال اي اللي هو سيرفيس ليفل اجريمنت. انا دلوقتي شركه جت ركبت لي النتورك عندي، قلت لها والله انا عايز اتعاقد معاكم على عقد صيانه بيني وبينكم لمده 3 سنين مثلا. العقد الصيانه ده اسمه سيرفيس ليفل اجريمنت. بتعاقد معاك على مستوى معين من الصيانه، ما ينفعش انزل عليه. ما ينفعش النتورك عندي تقف وانت تقول لي انا مش موجود وما عنديش حد مثلا. عشان كده بيتسمى سيرفيس ليفل اجريمنت. تمام. اس ال اي. الهاي افيلابيلتي ده مصطلح هتلاقيه كتير في دنيا البري سيلز. ان يعني خليني مثلا لو وليكن عندي انا راجل قاعد مثلا في حته مقطوعه ماشي، وما عنديش الا عربيه واحده. العربيه الواحده دي لو عطلت انا خلاص مش عارف اتواصل. فبحاول اجيب عربيه تانية او مواصله تانية جنبي تبقى معايا مثلا. هجيب مثلا موتوسيكل ولا حاجه، او يعني هيبقى في عربيه تانية تبقى موجوده معايا. فالهاي افيلابيلتي عموما ان انا بيبقى عندي الجهاز الواحد اللي شغال عندي ده، لا هو جهاز واحد بس هو في الفيزيكال جوه الداتا سنتر جهازين. لان الجهاز ده معرض ان هو يقع فالتاني يشيل. لو انت ماشي على طريق بيبقى عندك ستيب، الستيب ده اما 4 عجلات ماشيين بالعربية وفي واحد في الشنطة ورا. لا قدر الله لو حصل حاجة بتطلع الستيب ده وتركبه. تقريبا نفس الكونسبت، بس انا عندي الاتنين دول شغالين ممكن يكون شغال اكتف واحد، اكتف واحد ستاند باي. بس ان كيس هما الاتنين بيبقوا شغالين راكبين وجاهزين. لا قدر الله لو واحد منهم يعني وقع هاردوير ولا حاجة، التاني بيشيل. تمام. فاحنا بنحط الهاي افيلابيلتي دي في المستوى عندنا في الأجهزة اللي هي اللي بتبقى غالية قوي، وفي نفس الوقت هي لو وقعت النتورك. يعني الكور سويتش لو وقع النتورك كلها فصلت. لو الفاير وول وقع كل النتورك وقعت بالنسبة لي. فعشان كده انا بحط الكونسيبت ده في المكان ده عشان اضمن ان النتورك بتاعتي هتفضل شغاله وستيبل. تمام. طيب عندي برضو كونسبت حاجه اسمها اي او اس واي او ال، يعني اند اوف سيل واند اوف لايف. هتلاقي مثلا عندك سويتش او راوتر تقول لك ان ده اند اوف سيل. يعني ايه اند اوف سيل؟ يعني ما عادش بيتباع تاني. يعني القطعة اللي انت خدتها دي خلاص هتقف تصنيعها بعد كده وما عادش هيبقى موجود. طيب يا عم، واللي انا خدته منك السنة اللي فاتت يا عم زي الفل، ما تقلقش انا هنضلني اصينه لك لغاية لما يبقى عند 5 سنين قدام. فانا وقفت تصنيعه بس ما وقفتش ان انا ادعمه. يعني انا وقفت تصنيعه اللي هو الاند اوف سيل، بس السبورت بتاعه شغال. طيب الاند اوف لايف بقى دي انا وقفت تصنيعه ووقفت الدعم بتاعه. الاتنين السبورت والسيلز وقعوا بالنسبه لي. فده بقى لازم انت تبدله. لازم انت تطلعه من النتورك بتاعتك، لان لو حصل فيه مشاكل لا هتلاقي ان انت حد يستبدله لك، او ولا هتلاقي حد يصينه لك يعمل لك فيه سبورت. تمام. فده الفرق بين الاند اوف سيل والاند اوف لايف. طبعا اي مشروع في الدنيا، اوعى تفكر في يوم من الايام تبيع له حاجه اند اوف سيل خالص. حتى كبارتنر ممكن يعمل لك مشاكل. البارتنر سيسكو مثلا، انت بايع للعميل ده حاجه اند اوف سيل ليه؟ ولو هم بيطلعوا جهاز اند اوف سيل بيديك اناونس عليه، يقول لك والله خلي بالك ما تسعرش حاجه من الحاجات دي، لان دي هتطلع سيل كمان 3 شهور. اند اوف سيل هتطلع اند اوف سيل كمان 3 شهور. تمام. طيب. انا دلوقتي رحت العميل ومعايا مثلا شغال سيسكو، او رحت العميل وانا بارتنر اتش بي اي اروبا مثلا او جيبر، وبقدم. طبعا قدامي منافسين. قدامي مثلا التنين الاحمر الهواوي مثلا، قدامي روجي، قدامي انا سيسكو، قدامي مثلا جينيفر، او انا اروبا يعني معايا. ففي ناس تانية وكلاء تانية، انت مش هتبقى عايش لوحدك يعني. ويكون في منافسة من فيندور ومن بارتنر. فالمقارنة دي بتبقى عن طريق ايه؟ عن طريق سعرك طبعا، عن طريق السبورت بتاعك اللي انت بتديه للعميل كفيندور وكشركة. الفيتشرز اللي عندك، يعني ايه فيتشرز اللي عندك؟ يعني مثلا في اروبا عندها الكنترولر بيشتغل كنترولر وايرلس وبيشتغل راوتر، فانا ممكن استغنى عن الراوتر مثلا. فبالنسبة لي دي فيتشرز حلوة.
تمام. غير الفيتشرز بقى اللي جوه المكان نفسه، يعني جوه الديفايس نفسه، بيديني السماحيه التكنيكاليتي ان انا اقدر اعمل ايه معايا. الافيلابيلتي، يعني الشخص ده بالنسبه لي افيلابل كفندور، موجود ولا مش موجود في مصر او مش موجود في السعوديه. يعني في فندور ممكن يبيع لك حاجه ومش موجود، هو حد واخد وكاله مثلا في المكان فالفندور مش تمام. دي بالنسبه للفندور الافيلابيلتي بتاعت الجهاز نفسه، لازم الجهاز نفسه يكون آه، تقدر تتعامل فيه، سهل ان انت تتعامل بيه. يعني في بارامترز كتير في موضوع الافيلابيلتي ده. الورانتي، الشركه دي بتديني ورانتي قد ايه؟ طبعا دي فيتشرز حلوه. في شركات يعني مثلا في شركه زي مثلا HP بتديك حاجه اسمها لايف تايم ورانتي، تمام، على الاكسس سويتشز وعلى الاكسس بوينت. فانا ما بشتريش ورانتي، انا اللي هي الجهاز لما بشتريه بيبقى معايا لايف تايم ورانتي 5 سنين مثلا، بدل لو في حصل في اي حاجه ممكن يستبدله لي يعني. اللوكال سبورت ده بيقصد بيه انا عندي جوه البلد اللي انا فيها، هل في سبورت؟ يعني في تمثيل للبارتنر ده موجود؟ ما ينفعش ان انا شغال في مصر واجيب شركة مثلا من الهند تعمل لي الحاجة وتمشي. طب لما مشيت وانا حصل لي مشكلة بعد كده اروح لمين؟ ما هو انا مش موجودين هنا في مصر. او انا شغال في الامارات او في السعوديه وجبت شركه مثلا من الفلبين، جت عملت لي حاجه ومشيت، وبعدين طب حصل حاجه وانا احتجت حد منهم يحصل ايه؟ فطبعا كل ده بيتبص له. البراند ريبوتيشن، سمعه البراند. في براندات ليها سمعه في مجال معين، وفي يعني مثلا في ناس يقول لك ده امريكان براند جامد جدا في الوايرلس مثلا، او ده مثلا جامد جدا في الاستورج. فكل براند ليه سمعة، السمعة بتاعته يقول لك ركب السويتش ده وانساه، بغض النظر بقى عن البراند ايه. في سويتشات تتركب وتنساها فعلا، لا هتعطل ولا تبوظ ولا هتخرب، في تكييف مفيش تكييف ما تقلقش عليها، الدنيا حلوة خالص. مشهور ان مثلا براند من البراندات اللي موجودة، الناس كلها عارفة تتعلمها، مثلا وليكن زي سيسكو مثلا، الناس كلها عارفة تفتح سويتش سيسكو كونفيجر. بس مش كل الناس بتشتغل مثلا على هواوي مثلا او بتشتغل على HP او يعني معايا. فدي برضو من الحاجات المهمة جدا في البراند. تمام. طيب المشروع بقى بيمشي ازاي؟ لما يجي مشروع بيمشي ازاي؟ التسلسل من اول ما الدنيا عموما المشروع ليه تسلسل معين، والتسلسل ده لازم تكون فاهمه عشان تشوف انت هتخدم الناس دي في انهي حته يعني. العميل بيبقى عنده ريكويرمنت بنسميها كاستمر ريكويرمنت، بيبقى ليه طلبات، يقول لك والله انا عايز كاميرات وعايز واي فاي وبس. طب يا باشا مش عايز مثلا انترنت فايرول سكيورتي سوليوشن، مش لا لا لا، انا عايز بس كاميرات وعايز وايرلس وخلاص، طلع لي انترنت وخلاص. فهو ليه طلبات، الطلبات دي انت لازم تحققها. تمام. فلما يبقى في طلب في ريكويرمنت، السيلز هو بياخد الاوبورتيونيتي، الاوبورتيونيتي دي فرصه، يعني المعنى الحرفي بتاعها فرصه، سيلز اوبورتيونيتي فرصه مبيعات. هو بيشوف الفرصة دي وياخدها. ياخدها يعني ايه؟ يعني يبقى شغال مع العميل كويس، علاقته كويسة بيه، عنده بينه وبين العميل تعامل إلى حد ما أقرب للصداقة. بيخش بقى البري سيلز، حضرتك بتخش تعمل ديزاين، تسعر، تعمل BQ، وفي شوية اكسرسايز كده بتعملها مع السيلز، وبعد كده بتطلع بروبوزل او بتطلع كوتيشن. وبعد كده ان شاء الله باذن الله تفوز بالديل. لما تفوز بالديل تدخل قصه الامبلمنتيشن، تروح تركب الحاجه دي. بعد ما تركب الحاجه دي وتسلمها للعميل، يقول لك لا والله اقعد معايا سنه، تمام، يعني بيني وبينك عقد صيانه، تمام، او السيرفيس ريفر اجريمنت ان انت تقعد معايا لمده سنه سنتين عشان الدنيا دي تبقى ستيبل. تمام. ده الشكل الطبيعي لاي مشروع في دنيا الانتربرايز. تمام. المجال ده ليه قوي بقى، يعني ليه بري سيلز؟ احنا عايزين نتعلم بري سيلز ايه؟ زي ما قلنا في اول سلايدز، وارجع نتكلم تاني ان هو بيجمع ما بين كذا حاجه،
وكلهم ممتعين بصراحة. يعني بيجمع لك ما بين تكنولوجي، مش تكنولوجيا عادية، انت المفروض تعرف احدث حاجة نزلت ايه، عشان انت اللي بتبيعها. فانت لو ما عرفتهاش الشركات دي هتبيعها لمين؟ هو انت بري سيلز، انت بتحط السويتش ده لازم تبقى عارف كل امكانياته، وكل الفيتشرز اللي موجودة في الفاير وول، وكل الفيتشرز اللي موجودة في كور سويتشز، عشان تحط السوليوشن مظبوط. تمام. فانت كتكنولوجي انت بتبقى الطفل المدلل للفيندورز، هو بيبقى عايز يفهمك ويخليك تخدم كل حاجة، طلعك تريننج، بيديك بقى ويبينار وسيمينارز وسيرتيفيكيشنز، ويخليك اب تو ديت على طول بكل اللي موجود في السوق، او كل الحد يعني مش السوق بس بتاع البلد، مصر او السعوديه او الامارات او كده، لا ده بيديك وورلد وايد، يقول لك خلي بالك احنا بنعمل كذا وبنعمل كذا. تمام. طيب، تعمل كبزنس طبعا انت، يعني ليه بيزنس بقى؟ لان انت المشروع اللي انت هتاخده ده لازم تكسب الشركه. يعني انا كسبت ايه لما خدت مشروع ب 10 مليون جنيه والشركه ما كسبتش حاجه؟ كل الناس كلها اشتغلت وتعبت، بس الشركه ما حصلهاش اي مكسب. فانت ما عملتش الوظيفه بتاعتك. الوظيفه بتاعتك ان انت تكسب مشروع، وان انت تكسب الشركه بالمشروع ده، مش ان انت تكسب مشروع وتحط حاجه غلط تخلي الناس تخسر. تمام. الكوميونيكيشن طبعا، انت كل يوم في قصه جديده، كل يوم في سوليوشن جديد، كل يوم تتعامل مع ناس جديدة، فده بيدي نوع من أنواع الإثارة شوية في الحياة. يعني مش كل يوم تصحى تروح تعمل كونفيجريشن، أو تروح لمكتب بتعمل، يعني كل واحد طبعا يعني ميسر لما خلق له. ف بس هي الكوميونيكيشن في الموضوع ده بيبقى حلو، لأن أنت لازم تبقى عندك كوميونيكيشن وسيلز سكيلز بتاعتك قوية، عشان تقدر انت في وقت من الاوقات انت كمان بتخش تساعد البياع، في اوقات البياع مش موجود، انت اللي بترد على العميل وبتهندله وكده، فاهم؟ فهي طبعا التفاوض نيجوشيشن. التفاوض ان انت بتحاول تجيب من الفندور افضل سعر موجود. يعني انت يقول لك السويتش ده هديك عليه خصم قد كده، تقول له لا والله ده انا العميل عندي تارجت برايس قد كده، فانت بتحاول تاخد اعلى خصم عشان تكسب. في نفس الوقت الخصم اللي انت بتاخده ده بيدخل لشركتك انت كمكسب، وبتحاول تبيع للعميل يقول لك والله ده في ارخص منك، تقول له اه في ارخص مني، بس انا مثلا عندي سبورت، عندي انجينير، عندي، فمش بتبيع له ان انت ارخص واحد وخلاص، لا انت بتبيع له سوليوشن وبتبيع له شركتك. تمام. طبعا المجال ده بيفتح لك فرص كتير. ممكن تشتغل ريموت، ممكن تشتغل فريلانسر، ممكن تشتغل في شركة بقى طبيعية، تروح الصبح وترجع بالليل وبتاع وكده. طبعا يعني بيدفع لك فلوس كويسة، لأن أنت إلى حد ما بتبقى نادر، يعني شغلانتك دي مش كتير عارفينها أو مش قادرين. يعني ممكن يبقى حد تكنيكال بس ما عندوش السيلز سكيلز، ممكن يبقى حد تكنيكال بس ما عندوش الحتة بتاعت البيزنس. فلو أنت تقدر تجمع الحاجات دي تبقى بالنسبة لهم يعني حاجة كويسة يعني. إن شاء الله. دي أول حلقة تبقى انترودكشن، بس نعرف بس المجال إيه هو. الحلقات الجاية هنتكلم بقى على سويتشنج راوتينج، يعني إيه واي فاي، يعني إيه فاير، بس من ناحية البريسيلز مش من ناحية تكنيكال. يعني مش هقول لك كونفيجر الفاير ازاي، ولا كونفيجر السويتش ازاي. ممكن ان شاء الله يكون في كورسات تاني نتكلم فيها على سويتشنج راوتينج وفاير وولز واللي انتوا عايزينه، بس احنا بنتكلم دلوقتي على سويتشنج راوتينج واي فاي والفاير وولز بعين البريسيلز. تمام. هنتكلم عن داتا سنتر، هنتكلم ازاي نسعر بقى فعلا. يعني ممكن ان شاء الله باذن الله في اخر الكورس هنجيب مشروع يعني جاي ريكوست حقيقي لشركه، هنفتح السبيسيفيكيشن اللي جاي من الاستشاري، والبي كيو اللي جاي من العميل، ونعرف ونشوف البي كيو، ونعمل الاكسرسايز بتاعنا، ونعمل الكالكوليشن بتاعتنا، ونختار الفيندورز يعني هنشتغل ايه. ممكن يكون في جمله صغيره في السبيكس تقول لك لا انت هتشتغل سيسكو مش هتشتغل اتش بي مثلا. تمام. هنعمل بقى كل قصدي ونطلع سوليوشن جاهز، يعني هنطلع سوليوشن جاهز للعميل ونقول له خد هي دي هنبني ان شاء الله كل ده. ممكن ما نبنيش واحد بس، يعني ممكن نبني كذا حاجه. يعني نبدأ معاكم حاجة صغيرة حاجة صغيرة لغاية لما نكبر ونعمل مشروع كبير إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله لو الحلقة عجبتكم يعني سبسكرايب شير، ولو في أي سؤال عايزينه في خلال الحلقة دي إن شاء الله بإذن الله تبعتولي على الخاص أو تبعتوا على الصفحة،
شاء الله باذن الله هرد عليكم. وتاسك صغير كده للحلقه اللي جايه، ازاي تختار سويتش لاي مشروع صح. يعني لازم تعرف تدخل تشوف السويتشات، تبص ايه الانواع بتاعتها، ايه الفروق اللي ما بينها. احنا طبعا اتكلمنا على البي يو اي، اتكلمنا على الاس اف بي، اتكلمنا على السرعات. عايزك انت تبص على السويتشات بس، يعني ما تروحش يعني. ادخل على سيسكو، اعرف السويتشات بتاعتها يعني. هتدور في الاكسس سويتشز، مش هتدور في كل اكسس سويتشز. تدخل على الهواوي، تدخل على اتش بي اي، تشوف الاكسس سويتشز في كل واحده من دول، الثلاث فيندورز دول. شوف كل واحده منهم ايه الفرق اللي ما بينهم وبين السويتشات. هتلاقي السويتشات كلها تقريبا شبه بعضها، بس مسميات بس بتختلف. فدي التاسك بتاعتكم، المفروض ان شاء الله باذن الله تعملوها، وان شاء الله الحلقه الجايه نبقى موجودين مع بعض يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.